مباراة عنوانها الذهاب للمونديال والتأهل للمربع الذهبي لهذه البطولة. المنتخب المغربي تصدر فرق المجموعة الثانية اللي فيها منتخبات نيجيريا، ساوث افريكا، زامبيا ب6 نقاط، فيما المنتخب الجزائري والصيف المجموعة الأولى ب4 نقاط. في مجموعة تصدرها منتخب التيرانجا السنغال، كان معاه برازافيل والصومال. يلعب اليوم سعيد شيبة اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي، واللي يقود فتيان المغرب بتشكيلة تضم حارس مرمى بن غزيل، في الدفاع عبد الحميد معالي، الزهواني، آيت بودلال وابو غيسان، وسط ميدان ادم بوفندر، ادم شكير، اسماعيل بختي، وفي الهجوم ايمن الناير، زكريا وسان ومحمد حموني. في المقابل يلعب المنتخب الجزائري اللي يقود رزقي رمان، في المرمى الحارس حماش، نجد يونس بن علي، بداني بن يدير، نجم الدين نمر، يعقوبي ندير، وسط ميدان يانيس فرحات، امين قالو، شاهين شتاوي، وفي الهجوم محمد علي صالح زياد ومسلم نتوف. صورة جماعية تجمع بين المنتخبين، هكذا نريد هذا الديربي. ينطلق بصورة تذكارية، يبدأ وينتهي في كنف الروح الرياضية. مباراة مغاربية أيضا، صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. شوف الكرة اللي اخذها الناير، ناير تفوق على بالتالي، ناير أيمن الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسان. المغرب بلاد الهدافين، يسجل وسان المهاجم المتألق. في تدخل يستمر اللعب، كرة من حموني، هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري، كرة ضربة من الدفاع الأخير، لمسة واحدة يسجل والثاني هو كريم مير الجديد، هو نصيري، هو بصير، هو الشماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار من خلال التدخل الاول على اللاعب الجزائري؟ ولكن شاكير ياكد التعال، ياكد الذهاب للمونديال، ياكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثيه مغربيه مستحقه. ادم شاكير في الشبكه، ابتسامه حامل عرين، فرحه الفريق المغربي بانتصار مهم جدا، انتصار يساوي بطاقة المونديال، انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها الشكير، غالط بها حماش، 3-0. ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية، شاكير يسدد بقوة، كرة تغالط الحارس الجزائري، وتؤكد أن كل الطرق تؤدي لذهاب منتخب فتيان المغرب للمربع الذهبي. 3-0، ثلاثية مستحقة تأكد التفوق الواضح والصارخ للمغرب. والثاني